الفنانة حورية فرغلي ترد على ريم طارق طليقة حسن شاكوش: ما اسمحلكيش تقولي اسمي مرة تانية. ردت الفنانة حورية فرغلي على طليقة حسن شاكوش ريم طارق بعد اتهامها بأنها على علاقة به. وقالت حورية من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام: الحقيقة أنا طالعة أكلمكم في موضوع وهو بقاله فترة مضايقني وساكتة، بس أنا قررت لما يحصل لي حاجة زي كده أشارككم وأشاهدكم، عشان لو غلطانة انتم ممكن تقولولي أنا كنت ساكتة فترة طويلة جدا ومبردش عشان أنا أكبر من كده، بس الموضوع زاد عن حده بطريقة لدرجة إن أنا مش من طبيعتي إن أطلع وأتكلم أو أرد، بس من كتر ما الموضوع بقى أوفر مش قادرة عايزة أشاهدكم معايا. وقالت حورية: أنا حتى مش حابة أقول الاسم بس هضطر أقوله عشان كرامتي وحقي المعنوي، وخصوصا إن ما أحبش إن أهلي كل شوية يسمعوا كلام من اللي هي بتقوله ده. وقالت الأستاذة ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش: أنا معرفهاش خالص ولا عمري شفتها إلا في السوشيال ميديا في فرحها وفي برنامج مع بسمة اتقال اسم حورية وتالت حرف ره، الناس سابت كل الأسامي ومسكت في حورية وسكت وما اتكلمتش خالص، إنما يجيلك الجراء إنك تنزلي إن الفنانة حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة التي كانت مع شاكوش لغاية هنا بقى وستوب. وكملت كلامها حورية فرغلي وقالت: انت عايزة ايه بالظبط؟ انت عايزة ترند؟ انت عايزة تجيبي اسم حورية فرغلي عشان تطلعي ترند؟ أنا أعرف منين البنت اللي كانت مع حسن شاكوش، وعلى فكرة أنا ممكن أرفع عليكي قضية تشهير. أنا مصورة الخبر وبعته لريهام سعيد وعندها بعد ما قلت كده أنا سكت وبرضه مش عايزة تعدي الموضوع اللي ماليش علاقة بيهم ولا من قريب ولا من بعيد. كانت الفنانة حورية غضبانة جدا وقالت: انت تطلعي تقولي انا مش هعتذر لحورية فرغلي؟ حبيبتي انا ما بطلبش منك تعتذري لي على ايه؟ سوري يعني تعتذري لي على الفيلم الهندي اللي انت عاملاه؟ هو انا اعرفك يا بنتي؟ انا اكبر من كده بكتير بس هي مش واصلالك، وانك تغلطي فيا وانا ماليش ذنب ولا علاقة بالموضوع. انا ما جبت سيرة حد طول عمري وطول عمري في حالي وما بحبش اجيب سيرة حد وما بحبش القيل والقال والكلام في الحاجات الغريبة دي. وقالت الفنانة حورية: أنا إنسانة بحب الهدوء، أنا عايشة لوحدي عشان ما بحبش الدوشة، أنا عمري ما بغلط في حد، أنا بحترم الناس كلها، أنا طالعة برد عليكي وأشاهد الجمهور كله على اللي أنا بقوله ده علشان الناس تقولي لو أنا غلط في حاجة، بس أنا ما عملتش. يمكن أكون عملت حاجة قوليلي لو أنا غلط في إيه، وأنا الحمد لله تاريخي يشهد عليا إن طول عمري في حالي وكويسة مع الناس وفي الوسط وبعتبرهم كلهم أهلي. ومن أيام تصدرت الفنانة حورية فرغلي ترند مؤشر بحث في جوجل بعد ظهورها الأخيرة بملامح جميلة وقوام متناسق بفستان قطيفة أزرق. وتتميز حورية بإطلالتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة. وتعتمد حورية أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالة البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في الفساتين السهر أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيك. ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادية تاركة خصلات شعرها مندثرة على كتفيها. ونشرت الفنانة حورية على حسابها الخاص انستجرام أول منشور لها بعد إعلانها عن عودة صفحتها المسروقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت من خلالها رسالة غامضة وتفاعل معها الجمهور. ونشرت حورية صورة جديدة لها وعلقت وقالت: اجعل قاعدتك في الدنيا، من استغنى فنحن عنه أغنى. متابعينها سألوا وقالوا هل رسالتها دي تحدد بها شخص معين؟ وأعلنت حورية عن عودة حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من سرقتها، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في انستجرام مقطع فيديو أعلنت من خلاله إن حساباتها على مواقع السوشيال ميديا كانت مسروقة وإنها لم تنشر أي أخبار أو صور خلال الفترة الماضية. وقالت إنها رجعت الحسابات كلها المسروقة بعد تعاقدها مع إحدى الشركات لإدارة تلك الحسابات، وقالت إن أي حاجة هتنشرها على صفحتها إن الشركة هي اللي هتتولى نشره. ومرة أخرى تعود حورية فرغلي إلى السينما بعد غياب لأكثر من 4 سنوات منذ أن قدمت آخر أفلامها استدعاء ولي عمرو في عام 2019، وشاركها في بطولته كل من مي كساب ومحمد عز وصبري فواز ومحمد لطفي.